وقف شوي. بتعرف شو السر اللي مخلي كريستيانو رونالدو بهالقوة واللياقة الخارقة؟ بهالفيديو رح نكشف كيف بيتدرب يوميا وشو السر اللي مخلي جسمه مثل الماكينة، السرعة والقوة واللياقة الخارقة. إذا كنت حابب تصير مثله أو تاخذ جزء من قوته ركز معي للنهاية لأنه الجاي رح يدهشك. وخلينا نبدأ، بس لا تنسى اللايك والاشتراك وفعل الجرس ليصلك باقي التمارين، وشارك الفيديو مع أصدقائك خليهم يستفادوا. التمرين الأول عنا مشية المزارع. هذا التمرين بيستهدف عضلات الأرجل والجلوتس. العب 30 ثانية 3 مجموعات. خليني فرجيكم طريقة اللعب كيف. التمرين الثاني عنا سكوات جانبي وأمامي مع قفز. هذا التمرين بيقوي عضلات الأرجل الداخلية والبطاط ويساعدك إنه ترفع النطة عندك وتصير مثل الدون كريستيانو رونالدو. العب 3 مجموعات 30 ثانية كل مجموعة بهي الطريقة. التمرين الثالث تمرين الضغط، بيستهدف بشكل أساسي عضلات الصدر وبيساعد معه عضلات اليدين. العب 3 مجموعات كل مجموعة 30 ثانية بهي الطريقة. هلأ بنروح للتمرين الرابع. هذا التمرين كمان ضغط لكن ايديك بيكونوا ضيقين حتى تستهدف بشكل اساسي عضلات الايدين وبيساعد مع عضلات الصدر والاكتاف. العب 3 مجموعات كل مجموعة 30 ثانية بهي الطريقة. هلا بنروح للتمرين الخامس، طحن معدة جانبي مستلقي. هذا التمرين بيستهدف عضلات المعدة الجانبية وبينحت الخصر. العب 3 مجموعات كل مجموعة 30 ثانية بهي الطريقة. التمرين السادس طحن معدة. هذا التمرين بيستهدف عضلات المعدة العلوية والسفلية. العب 3 مجموعات كل مجموعة 20 تكرار بهي الطريقة. التمرين السابع دفع الأرجل للخلف مع التبادل. هذا التمرين بيستهدف عضلات الجلوتس وبيقويها وبيشدها. العب 3 مجموعات كل مجموعة 15 تكرار لكل أجر بهي الطريقة.
التمرين الثامن السكوات، يستهدف جميع عضلات الأرجل. العب 3 مجموعات، كل مجموعة 30 ثانية. العب بهي الطريقة. التمرين التاسع البلانك، لكن مع تحريك الأيدين والأرجل حتى تستهدف جميع عضلات الجسم وتشد عضلات المعدة. هذا التمرين العبه 3 مجموعات، كل مجموعة من 30 ل 60 ثانية حسب قدرتك. العب معي بهي الطريقة. هلا عنا التمرين العاشر والأخير، رفع الصدر مستلقي على الأرض. هذا التمرين بيستهدف عضلات الظهر السفلية. العب 3 مجموعات، كل مجموعة 15 تكرار بهي الطريقة. استنى شوي، نفكر خلصنا؟ إذا نفكر إنه خلصنا بتكون غلطان، لأنه هون السر. أنا أعطيتك هذا التمرين وقلت لك تلعب أغلب التمارين 30 ثانية، 3 تكرارات، أو 15 تكرار، 3 مجموعات. لهيك هذا التمرين والتكنيك للمبتدئين. انت كل ما يتقدم مستواك زيد القوة تبع التمرين، يعني تصير العب بدل 30 60 ثانية، وبدل 15 20 او 30 تكرار، لانه هذا التمرين يعتمد على قوة الجسم وشده وزيادة اللياقة وقوة التحمل. لهيك انت لازم تزيد الشدة بالتدريج حسب قوتك ولوين وصلت. هيك بكون اعطيتكم سر قوة الدون وفرجيتكم جميع تمارين كريستيانو رونالدو المنزلية. بس اذا حابب اني اعطيك تمارين خصوصي لإلك توصلك لهدفك مهما كان وبأسرع وقت وأفضل نتيجة، تابعني على حسابي الانستا بأول تعليق مثبت وبالوصف. تابعني واكتب كلمة تدريب وخلينا نبدأ رحلة الفورمة سوا. استنى وقف شوي. قبل ما تروح ادعمني بلايك وشارك الفيديو مع أصدقائك واشترك بالقناة. واليوتيوب بيقول إنه هدول الفيديوهات اللي حتطلع لك على الشاشة بيفيدوك كتير. جرب شوفهم واعطيني رأيك.